أعزائي صباح الفل. تابعنا كلنا أمس، كلنا تابعنا أمس فوز الزمالك والكامباك التاريخي اللي عمله الزمالك على فريق البنك الأهلي وتحويل الخسارة 1-0 للمكسب 2-1 بما لا يدع مجال للشك. فوز مهم جدا 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 للزمالك في الوقت ده، يخليه يقف على رجله شوية علشان الدنيا تبتدي تظبط، نشوف شكل اللعيبه هيبقى عامل ازاي، مين اللي اداؤه خطر، مين اللي بينزل يقلب الماتش، مين اللي مكانه في الملعب كويس، مين اللي يستمر، مين اللي يقعد، مين. فالفوز مهم جدا جدا للزمالك، دي حاجه طبيعيه جدا. وثلاث نقط في الدوري عشان ما يبقاش تعادل ثلاث ماتشات، شكله ما يبقاش وحش يعني. فكل دي حاجه لطيفه. بس اعزائي الزملكاويه، احب ابلغكم ان كل الكلام الحلو الجميل اللي انا قلته قبل كده ده اسوريو هيضربه في الخلاط، وكل الكلام ده هيبوظ. اقسم بالله انا كنت بقول نصبر على اسوريو، انا كنت بقول يعني واحد من الناس اللي كنت بقول نصبر على اسوريو يفضل موجود. نجيب له، نحاول نجيب له الصفقات اللي احنا عايزينها قبل ما موضوع القيد يتقفل، يعني نجيب له الصفقات اللي هو عايزها علشان يقف على رجله ويقف الفرقه على رجلها شويه، ونشوف فرقه نادي الزمالك. والراجل عنده من الحاجات الهجوميه وعنده من الافكار في الكوره اللي تخلينا ايه ده، طب ما يلا بينا. انا دلوقتي بقى النهارده يوم 8 اكتوبر 2023 بعد ماتش البنك الاهلي امبارح، انا مش مع ان اسوريو يقعد اطلاقا اطلاقا، اقسم بالله. يعني خلينا كده نتكلم على الماتش ونشوف لو اسوريو قعد هيعمل ايه. هو ابتدى الماتش زي ما كل مره بيغير في اسامي اللعيبه، بس التشكيل هو يعني طريقه اللعب هي بيلعب بثلاثه قدامهم اثنين، ثلاثه اللي ورا حسام عبد المجيد ومحمود، وتشكيله غير يعني الثلاثه دول اول مره هو يلعبهم مع بعض. محمود عبد المجيد، حسام عبد المجيد ومحمود علاء وعبد غني، ثلاثه ورا قدامهم فتوح ودونجا، قدامهم نيلا ابراهيم نضاي و دياز ابراهيم نضاي وعلى الشمال مصطفى شلبي، وفي القلب زيزو. وكان المفروض بقى زمان كان بيلعب باوباما، دلوقتي قرر ما يبقاش اوباما فلاعب زيزو ومين تاني هفتكر، وقدام سيف الدين الجزيري. ماشي. ده شكل اللعب بيخلينا عامل ازاي، بيخلي الملعب مفتوح فتحه غير طبيعيه، مش شايف اوله من اخره، الملعب مفشوخ مش مفتوح، مفيش لعيب جنب واحد، مفيش لعيب بيقدر يبص يجي له الكوره يستلم يبص يشوفها على جنبه يديها له، مفيش تقارب للخطوط، هم كل ثلاثه بيلعبوا مع بعض وخلاص. ومصطفى شلبي بياخد الكوره يجري لحد الاخر يحاول يعمل اي حاجه، فكره اتهرست. وكل الفرق اللي بيلعبها الزمالك خلاص عرفت مصطفى شلبي بياخد الكوره يجري لحد الاخر، هيحاول يعمل عرضيه ويرجع لبره يعمل عرضيه. ليه؟ عشان مش هيعرف يرقص اثنين، عشان داخلين عليه باثنين، وعشان مش هيعرف يدي لحد في ظهره، عشان ما فيش حد في ظهره لحد ما يتخرب بيته ويحصل اللي حصل، ضربه الجزاء ولا الفاول العجيب اللي جه منه الجون هنبقى نشوف الفاول ده بعدين، والطرد ده طرد ولا لا، اصبروا بس. يروح مش قرر يغير شويه، يروح بيلعب باربعه، فتوح بيتقدم شويه فبيقرب من مصطفى شلبي، زيزو بيروح شويه على الوينج، بينزل شيكابالا بيعمل اللي بيعمله العادي. فهل يا ترى بطريقه اللعب دي لو جبنا له باك شمال ولا بقى لاعب اشول، مدافع اشول، هتتحل؟ فيلاعب يعني المدافع الاشول مكان فتوح، وفتوح في نص الملعب، يبقى عملنا ايه طيب؟ فهل يا ترى ان لو جبنا له وينج رايت مكان مصطفى شلبي، او مكان نضاي الناحيه الثانيه، او مكان شيكابالا، او مكانه، كل مره بيلعبوا على شكل ايشو بقى نيمار، او كل مره بيجرب يعني، بس لو جبنا وينج رايت الناحيه الثانيه، او لو جبنا وينج ليفت الناحيه دي، هيعرف راس الفريق كله. لما يبقى واخد الكوره وطاير على الجنب لوحده قدامه اتنين مدافعين، مش هيخلوه يعدي وهيخلوه يعمل اوفر معفن ان عرف يعمله. هل كده اتحلت يعني؟ ما هي اللعيبه اللي انا بقول نستنى نستعمل اسوريو، والنبي نستعمل اسوريو، الراجل عنده هو كل اللي عايزه شويه لعيب. طب التشكيل في الملعب انا مش عارف، انت يعني الناس اللي في الملعب دي لو اتغيرت، لو جبنا احسن 11 لاعب في العالم يا اسوريو، ولعبوا بالشكل ده وبالطريقه دي وبالخط بالدفاع المتقدم بشكل سخيف، انت متخيل ان فرقه نادي الزمالك اللي راح تنافس البطولات وتنافس على البطولات ومش عارف ايه، بتلعب مع اولاد سليم اللبانيين في ليبيا تحت القصف، بيحصل الانفرادات المتخلفه، الثلاثه اللي قدام الثلاثه اللي ورا بيطلعوا في نص الملعب. انا اول ما لقيت اول 10 دقايق الزمالك ماسك الكوره وعمال بيضغط، بقول لا اقسم بالله اسطوري ده مخبلنا حاجه. فجاه لواحد بيشتت الكوره، انفراد من نص الملعب، الكوره بتخبط في دماغه تنزل على قدام الجون يضيعها، انفراد اللي بعديه في ايه دي فرقه عايزه تاخد بطوله؟ طب ما انت هتلاقي نفسك مقفل فرقه زي السليم دي مقفله قدامك، وما مش مخليك عارف توصل للجون، هوبا شتت بواحده، هوبا انفراد، خسرت 1-0 في ليبيا تحت القصف، وتعادلت هنا 1-1 وطلعت من البطوله. يا نهار ازرق، ليه يا عم في ايه؟
ما نلعب انا بقى، يمشي بقى، ويجي خالد جلال، يجي ايهاب جلال، يجي خالد علي، يجي كابتن نبيل محمود اكرم الله ثراه، يجي اي حد من اللي هنلعب 4-3-3 لحد ما الدنيا تمشي ويبقى عندنا قيد، فنعرف نجيب لعيبه اللي احنا عايزينها مكان اللعيبه العرر اللي كلهم شبه بعض. اذا كان دونجا ورو او عمرو السيسي، ادي 3 شبه بعض. اذا كان مصطفى نيمار بن ضايب، كله شبه بعضه. هو مصطفى اللي بياخد الكره ويجري شويه، وزيزو بيحورك في نص الملعب، وفتوح بيعمل كل حاجه. دي الفرقه. انت يا زملكاوي فرحان لما شفت حسام عبد المجيد واخد الكوره وبيرقص واحد وفجاه لقى نفسه في نص الملعب ما بقاش عارف يعمل ايه؟ راح لعيبه باصه متخلفه، راحت ملعوبه من ورا، راحه انفراد من نص الملعب. طيب، فيبقى وجود لعيب يلعب على شكل الفرقه، وجود مدرب يلعب على قد شكل الفرقه اللي موجود، وعلى قد الناس اللي موجوده، وعلى قد طريقه اللعب، وعلى قد ايدينا، ولحد ما نفتح باب قيد ونطلع ايشو وبيسو وفيكو وسيكو من الناشئين ونعمل. مش عايزين اختراعات. ما هو انا متخيل انت سوري، انت جاي تجرب خطه جديده او طريقه جديده في اللعب، اللي هي الحنكشه والفركشه ومش عارف ايه، ومحدش عارف مين بيلعب فين، ومش عارف الهرجله اللي انت بتعملها دي. انا خليني اسميها بهذا الاسم يعني. لما تروح تلعب بقى تقول، لما تنجح تقول انا عملت طريقه نجحت وكسرت الدنيا، لما تفشل تقول انتوا ولاد كلب ما بتفهموش. هل ده انت اللي تقصده يعني؟ انت مدرب وحش، انا مش عارف، بس ما تنفعش. عشان اجيب لك من الاخر، عارفين زي ايه؟ طب انا اقول لكم والله مثل جه في بالي والله. اسوري ده عامل زي اللي معاه عربيه BMW بيضه، زي الواد حاتم فهيم صديقي، معاه عربيه سكر اقسم بالله، بس فيها ريموت كده بيخليها توطى على الاخر، توطى لدرجه ما تعرفش تمشي. لما تبقى معاك عربيه زي دي وماشي بيها في الطوابق مثلا، ماشي بيها في اول فيصل، نزلت بيها كعبيش، طلعت 100 عقبه، ايه بقى؟ العربيه وحشه؟ لا جميله. طب الكعبيش وحشه؟ لا جميله. انت اللي حمار، انت اللي مش من كل مقام مقال. انت فرقه واقعه، لعيبه، مجلس اداره، فلوس، تجديد، فتوح هيمشي زيزو بعديه او العكس. تحس ان زيزو متضايق شويه، انا عمال الكلام كله على فتوح، وانا فين يا ولاد؟ وانا هقعد يا ولاد الكلب؟ شكلكم هتقعدوني كده. اه والله الكلام كله على فتوح ودايره فتوح. طب انتوا نسيتوني؟ طب ما انا باخد 28 مليون ما خدتش منهم ولا مليم لحد دلوقتي، وهقل افسخ على عقد بكره، واجي لكم صون فاصو كده، نلعب جنب امام ورضا سليم ونقلب الدنيا عشان اكسب MB. اعمل كل الحاجات دي عشان اكسب MB، اخش في عراك مستميت مع الزمالك على فتوح، انا مش عارف ليه، عشان اكسب MB، عشان اكسب طلائع الجيش بقى وبتروجيت والحاجات دي، ولا مش عارف مين في الدوري، كاس حاجات. عشان بس انا رايي في موضوع فتوح، عشان مش هقول لكم رايي في موضوع فتوح، خلوني ده شويه. بس يا سيدي، تحصل بقى الفاول العجيب. اولا بان وحاشه الحكم يا شباب، بان وحشه الحكم من الهاند بول اللي حسبها على الزمالك، على ابراهيم نضاي، لما كان مرتد في واحده هو وزيزو، مبدئيا انفراد من احدى الانفرادات اللي تمت على زفرية الزمالك امس، ان كان في انفراد وراح الراجل لحد منطقه الجزاء، 2 لعيبه قدامه نضاي وزيزو، دول اللي لحقوا يرجعوا عشان محمد عبد الغني كان بيوقف توك توك من هنا بس ما لحقش، وحسام عبد المجيد كان واقف على النص مستني الميكروباص بتاع هايبر. المهم، فالكره الهاند بول دي من اولها انت مش متاكد ان هي ضربه جزاء ولا لا، سيب الكره تكمل يا حبيبي، يا حكم يا كبير. ده قعدوا يقولوا ليك 15 ثانيه، ليك 5 ثواني، ليك 3 ثواني ونص. ما تصفرش، الكره جت في ايده، جت في لا مؤاخذه طيزو، جت في مكان ما جت، هترد للراجل تاني يروح يحطها جون، خلصنا الموضوع على كده. لو ما جاتش جون برجع احسبها انسى حبيبي. انما تحسب له ضربه جزاء ويصفر، وعلى فكره هو صفر ضربه الجزاء في الكره دي وراح عمل كده، وبعدين فكر كده يا نهار ازرق ده من بره قوي، لا يا عم ارجع فاول بقى وخلاص شكلنا بقى وحش، راح داخل مدبولي حاططها زي الخرا. فمن هنا ابتدى يبان وحشته، لحد الكره الثانيه تبان للاعمى من الوهله الاولى. طبعا طرد، يعني اول ما حصل طبعا طرد، انا قلت ضربه جزاء وطرد، بس ايه ده من بره طرد، عقوبه مستحقه على جون، على حارس مرمى، اوقف سيطره لاعب على الكوره وهو منفرد بالجون الخالي. تمام. لما اتعادت، لا هو ما عملش حاجه، هو ما لمسوش. انا صعبان علي محمد عواد والله، انا مش محب محمد عواد بالمناسبه، انا مش محب محمد عواد خالص، بس هو صعبان عليا، هو ما عملش حاجه. هو الراجل سحب ايده، يعني كمان سحب ايده، يمكن ايده الشمال غصب عنه عليت شويه فلمست او بطنه او الشورت او الرباط بتاع الشورت، لمس بطن رجل اليمين للواد جون، الواد كريم بامبو، لمست رجل اليمين لكريم بامبو فقد توازنه فوقع
بس انا اللي انا اعرفه انا مش متاكد يعني، بس شوفوا في القوانين وقولوا، بيقولوا لي انتوا عشان انا مش متاكد بصراحه، ان لابد من وجود احتكاك مباشر او تلامس مباشر او عرقله مقصوده، اللي هو انا نمت الكره عدت فعملت ايدي كده، قال يعني بحمي وشي، انا ما بحميش وشي ولا حاجه، انا رحت واخد رجل اللاعب، او انا راقد فردت رجلي والكره عدت رحت فاردها اكتر او رحت معليها لفوق. دي كلها حاجات متعمده بتستوجب الطرد. ان لما كنا انا طالع على الكوره عدت مني، رحت ساحب ايدي الاثنين وسحبت وشي وعملت كده عشان ما المسوش، لمسته برده ماشي يا معلم فاول، ليه طرد؟ ليه طرد؟ وجهه نظري. يمكن القانون بيقول ان اي تلامس مقصود مش مقصود، حلو وحش، بالشورت بالشراب اي، يمكن القانون بيقول كده، والله ما اعرف. اللي انا اعرفه اديني قلته، تعديلات بقى ولا في حاجات روحوا القانون ولا حتى لما راح الفار تحس ان هو ما حدش سامع. هو حد سامعنا تفضحونا زي المره اللي فاتت؟ انا مش مقتنع، فمش عايز اقول مش مقتنع عشان ما تمسكش عليا، بس هو حد سامع؟ لو ما حدش سامع قول ها. لا ما حدش سامع خلاص، طب وريني كده وريني كده، لا لمسه. طب ماشي يا معلم لمسه، يحسب فاول ليه طرد؟ انا مش عارف. ده كان رايي البسيط في الموضوع بتاع الطرد بتاع كابتن محمد عواد. اللي انا بس عايز معلش هايلايت عليه، والله العظيم الكلام ملوش لازمه يا جدعان يا كباتن يا اللي قاعدين بره، كابتن احمد ابو مسلم، كابتن محمد عبد الواحد، راجل محترم، راجل محترم، والله المدرب العام بتاع تحت بابا فاسيليوس بتاع البنك الاهلي، راجل محترم وحياه ربنا، كان بيلعب في الزمالك، كان بيلعب في الترسانه زمان. محمد عبد الواحد اشول كده كان بيلعب في المنتخب الاولمبي بتاع 2001. قاعد واقف ساكت، انا مش ابو مسلم طلع يتخانق مع اي حد، كابتن عبد المنصف طلع يتخانق مع اي حد، كابتن عبد الواحد طلع يتخانق مع الحمد لله كابتن مدحت عبد اللي كان تحت كان رافع عليه موس، كان طالع موس من بقه وقعد يشرط لو كان مدحت عبادي في الملعب. مالهاش لازمه. هتفضل تلوم في الحكم يا عم، حسب طرد وحسب ضربه جزاء وما حسبش، خلاص خلصت. انت بتتنرفز فهو يديك انذار، انا ما بقولكش لا يا عم اللي في الموقف، وانا ما بحطش نفسي مكان حد، اللي في الموقف يتنرفز وحقه يسب ويلعن وتمام، انا ما عنديش مشكله. هيديك انذار انت كمان ما تتضايقش، هيلفعك انذار ولفعك انذار في طرد انت كمان ما تتضايقش بقى، ما انت اتنرفزت وطلعت غضبك وهو راجل حمى نفسه بالانذار بتاعه. وللعيبه الاهلي وللمدربين الاهلي ولاي حد، مش بتكلم على حد بعينه عشان بس ما تفكروش حاجه، ان انت النرفزه والبتاع اتنرفز يا معلم وقل ومحمود قعود واعمل اللي انت اعمل اي حاجه، الراجل لما يديك انذار ما تفتحش بقك بقى. طرد محمد عواد، والله صبحان علي ده طلع بره بيسال العيال بتوع الكوره، بيسال على حامل الكوره، وهي ايوه وانا ضربته وانا لمسته، عشان هو فعلا متاكد، انا عارف كده كويس او حاسس بده، ان هو متاكد ان هو سحب جسمه وسحب ايده عشان ما يلمسوش، فممكن يكون لمسه برضه، ممكن يكون لمسه عادي. هتاخر على الوقت في المدرسه، فاشوفكم مره ثانيه، سلام.